ازيكم يا حلوين؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده الحلقه الثالثه من سلسله ازاي تحب نفسك صح. النهارده حلقه مهمه قوي، عشان اكتر حاجه لو انت فعلا عملتها هتقدر ان انت تستمتع بحياتك او هتقدر تستمتع برحلتك الداخليه، وهي التقبل. انك تتقبل كل حاجه بتحصل في حياتك. الحياه مش دايما مثاليه يا جماعه، وتوقعاتنا تجاه الحاجات اللي احنا عايزينها واللي نفسنا فيه واللي الحياه بتختاره لنا بتبقى مختلفه. يعني ساعات الحياة بتجبرك على حاجات انت لازم تتكيف معاها وتتقبلها، لانك لو ما تقبلتش معاها او ما قدرتش انك تتكيف معاها دايما هتحس بحزن ودايما هتحس بالألم. يعني هنقول مثلا مثال بسيط كده، لو انت في مجال الشغل والحياة اجبرتك ان انت تكون وسط ناس انت مش عايز تتعامل معاهم او تكون معاهم، او انك مثلا حطيت خطة لمستقبلك وفي بعض الحاجات في خطتك ما مشيتش او مشيت عكس رغبتك او ما مشيتش زي ما انت عايز. بتبدأ هنا تحس ان انت خلاص دي نهاية الحياة ودي نهاية العالم، وان انا خلاص مش هحط حاجة تاني ومش مش هقدر احط نقاط تانية عشان خاطر خلاص هي الحياة ساعتها ان هي هتقف ضدك او الدنيا هتقف ضدك. فلا يا جماعة، هنا بيبقى في تفكيرين اتنين. اول حاجة او اول تفكير فكرة الرفض، الشكوى، فكرة الرفض والشكوى والتذمر والتحسر على اللي بيحصل لك. فتبدأ انت هنا تبدأ تسأل نفسك ليه الدنيا بتعمل معايا كده، اللي بيحصل لي انا كده كل الحاجات الوحشة، ليه الحاجات اللي انا ببقى عايزها ما بتحصلش وبتحصل حاجات عكس اللي انا عايزها. فبتبدأ انت هنا تلوم في نفسك اكتر وتبدأ تجلد في نفسك اكتر، وتبدأ بقى المشاعر السلبية كلها تيجي ناحيتك. انت هنا بتحصر نفسك في مكان ضلمة جوه مخك، دايما بتلجأ له في الحاجات اللي زي كده لما بترفض الحاجات اللي هي بتحصل لك. المكان ده بيبقى مليان افكار ومعتقدات ومعاني ومشاعر سلبية عن نفسك وعن الحاجات اللي انت بتعملها. المكان ده يا جماعة بيدمر اولا راحتك النفسية، بيدمر بيدمر سعادتك، ما بيخليكش مش بيخليك تحس بالرضا وبالسلام، بيخليك ان انت هنا عرضة اكتر للاكتئاب وللحزن المستمر. ده اول تفكير معانا احنا بنلجأ له لو حسيت ان انت مش متقبل الحاجة اللي بتحصل لك او ما فهمتش الحاجة اللي بتحصل لك. تاني حاجة عندنا وهي فكرة التقبل، الاكسبتنس، انك تتقبل حياتك، تتقبل نفسك، تتقبل لونك ووزنك ولون بشرتك، تقبل عيوبك واخطائك وحياتك كلها على بعضها كده، بالحلو اللي فيها بالوحش اللي فيها. صدقني فعلا انت لو تقبلت حياتك بكل حاجة فيها هتبقى اقوى انسان على وجه الارض، وهتحس بالرضا وبالسكون وبالسلام الداخلي فعلا محدش هيقدر يكسرك. عارف اول ما تتقبل حياتك او تتقبل كل حاجة بتحصلك هتلاقي كل الحاجات فعلا اللي انت عايزها بتتحقق لصالحك وبتتحقق كمان للأحسن. دي أول حاجة. تاني حاجة هتلاقي إن حياتك النفسية بتبدأ إن هي تتغير الأفضل، مش هتحس بقى بالألم والشكوى زي ما انت عملت في فكرة الرفض، لأ، انت هنا هتحس بقى بالرضا والسكون والطمأنينة فعلا. هتشوف ساعتها ايه هي نقاط القوة اللي عندك وهتبدأ انت تطورها اكتر وتنميها اكتر وتستغلها لصالحك، وتشوف ايه هي نقاط الضعف اللي عندك وتبدأ ان انت تشتغل عليها وتبدأ ان انت تعالجها وتحط لها خطة عشان خاطر تقويها. دي تاني حاجة في التفكير. عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، ان التقبل مش معناه ان انت خالص تكبت مشاعرك ولا تحسس اللي قدامك ان انت سعيد او راضي او فرحان بحياتك ديت. لا، التقبل مش معناه كده خالص. التقبل ان انت تفهم، التفهم، انك تفهم ان كل الاحداث اللي بتحصل لك ديت شايله لك رساله او حامله ليك رساله، المفروض ان انت تفهم الرساله دي. ما تحسش ابدا انك مظلوم او ان انت ضحيه الظروف وكل الكلام اللي انت بتحطه في دماغك ده او جوه المكان الضلمه الموجود في مخك. التقبل بمعنى اصح ان هو بيخرجك من دايره الصراع في الحياة إلى دايرة التقبل حياتك والاستمتاع فيها. تتقبل بقى حياتك فتبدأ بقى تستمتع بحياتك وإن أنت تبدأ تعيش حياة الرضا. فتقبل إن إحنا كلنا عندنا نواقص، فأنت فعلا لو تقبلت النواقص ديت عندك هتبدأ إن أنت تتطور أكتر وتبدأ إن أنت تعيش حياة الرضا والاستمتاع في الحياة والسلام الداخلي. تمام. بدون ما تتصارع مع أقدار الله.
التقبُّل يا جماعة مش معناه إن أنت تستسلم، لأ خالص، التقبُّل معناه التسليم لله ولأقداره ليك. دي أول حاجة عايزة أتكلّم فيها. تاني حاجة عايزة أتكلّم فيها، أنت ما تقارنش خالص حياتك بحياة غيرك. زي ما أنت ليك نصيب من الفرح والحزن، غيرك برضه عنده نصيب من الفرح والحزن. ما تفضلش باصص لحياة غيرك إن هو عنده وإن أنت ما عندكش، إن هو طول الوقت إن هو سعيد وفرحان وإن أنت على طول حزين، لأ. يمكن ديّة الحاجة اللي أنت بتبقى شايفها أو هو مورّيها لك، لكن كلنا عندنا حزن وفرح، كلنا واخدين نصيبنا 24 قيراط. فتقبّل حياتك وخلّيك في حياتك أنت وما تبُصّش على حياة غيرك، وافتكر إن التقبُّل معناه التسليم لله ولأقداره ليك. بس، شكرًا.